جاهز؟ يلا يا مارتن، يلا يا مارتن، يلا يلا اسمك ايه؟ محمد يوسف. انت جنسيتك ايه؟ أنا جنسيتي باكستاني. من باكستان. وايه اللي جايبك مصر؟ مصر جاي أدبر راسي. بتعمل ايه في مصر؟ دخلت مصر امتى؟ باقي قبل رمضان هنا. لا بعد المظاهرات. دخلت مصر يوم 4/7. هو التاريخ كنت تشيل يا فندم؟ 4/7 في الباسبور؟ جواز السفر اللي فيها مصر خالص في جواز السفر. السفر إن شاء الله لا تسافر جاها. أنا سفر ما إلى بس تشوف السفر رزق لا يسأل الله. تأشيرة اهيت 4/7/2013 دخول المنفذ البري جاي من اسلام اباد. إسلام أباد بعد الاحداث. مظبوط بعد نجاح الثوره الشعبيه ب4 ايام بعد نجاح 30/6 ب4 ايام. النهارده يخش فلوس على بتعمل ايه؟ بيزروا هنا ما أدري تقتله. ايه اللي دخلك في المظاهرات؟ بدي أدبر ناس أنا مسكين. بتعبر عن ايه؟ أدبر ناس كذا شغل كذا. تشوف ايه؟ شغل شغل ايه في هذا المظاهرات؟ بلوك كذا. مين كنت على اتصال بيه دايما هنا في القاهره؟ مين اللي جابك؟ أنا شغل بس أسعى شغل جاه ربنا يسعدك بس. أنا مسكين جاه هنا كيف جاه؟ مسكين جاي تعمل ايه في مصر؟ كيف أنا مسكين أنا والله. انت بتشتغل ايه في باكستان؟ باكستان؟ بتشتغل ايه هناك في البلد؟ ما بيصير في قلم شوي بس. قال موافقات بحاجه بس غيرك عشان ما في في شيء. القاهره ما بيتكلموش. هو احنا كل ما هنتكلم معاه طبعا هو ما في بيتكلم شيء. كلام غير مظبوط ومش عايز يوضح اي حاجه خالص. ما في بس احنا هنطور المناقشه بتاعته وهنتكلم معاه اكتر ونشوف هو على اتصال بمين وجاي اصلا يعمل ايه. وهو سبب اصابته النهارده اثناء هروب من احداث اسم الازبكيه بعد تعدى الاسم الازبكيه هناك سبق تمام بمعرفتنا ومعرفه الاهالي اثناء محاولته للهروب من هناك هو و40 شخص اخر. فيهم جنسيات ثانيه منهم؟ لا هو الجنسيات الوحيد الباكستاني دوت بس في ناس من العريش في ناس من شمال سيناء. معاهم جوازات سفر مصريه او بطاقات مصريه؟ مظبوط معاهم هويه مصريه. هويه مصريه. هويه مصريه. لا هنا جاء هنا مطار اليوم مطار وتقتله. أنا لو إن شاء الله. قاعد هنا في مصر فين؟ قاعد هنا في مصر فين؟ بتنام فين؟ مقيم فين هنا في مصر؟ مقيم هنا بس كذا أنا صار. انت بقالك شهر ونص قاعد فين؟ هذا رمضان المسجد بس. هنا في المسجد؟ مسجد ايه؟ صلاة مسجد السلام خليفه ناصر. انت كنت موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ كنت موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ كنت موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ هذا يتكلمني والله كذا. انت مش فاهم الكلام. ناخد جوله ثاني ونشوف ايه اللي معانا. يلا هات اخوها الاول. مصري؟ وقفوا جنب بعض. جايين منين؟ منين؟ العجوزه. العجوزه؟ نعم. مقيم في العجوزه؟ طول عمري عايش في العجوزه. عايش معاهم. نزلت النهارده مش المسافه اللي حصلت مع الجيش مش
في بعض الهاربين من الاحداث من منزل الكوبري اثناء تعديهم على قوات الامن وعلى اسم الازبكيه. فر بعض منهم اثناء تعامل القوات المسلحه والامن المركزي، وقدرنا بضبطهم بمنزل كوبري غمره اثناء محاوله هروبهم من قوات الشرطه. ما اثبتش عملت اي اثباتات شخصيه او اي هويه مصريه؟ ما كانش في اي هويه معاهم. بعض منهم كان عرض تحقيق. محمد بالأجل فتش مباحث. هناخد اديك واحد كان بيصور الاسم الكاميرا ماشي، في واحد كان بيصور الاسم الكاميرا اجيب له سيرتك واحنا جبنا فلوس. كان بيصور تعرف باسمك؟ المهندس شكري عامر. تعرف باسمك؟ مهندس شكري عامر. شكري عامر. انت ايه اللي وداك عند اسم الازبكيه او اسم الويلي؟ اسم الويلي. انا كنت عند نسيبي الحاج عبد الله حماده ساكن مقابل الاسم مباشره، ونزلت وقفت مع الضباط هنا. انا اساسا والله بكره الاخوان وهم بحبهم ومش عايزينهم اساسا. نزلت وقفت معاه مع الضباط وهم بيمسكوهم، حتى الضابط ايمن بيه اللي كان موجود هنا بقول له امسك معاكم ايمن بيه وكده. ايه اللي حق فندم؟ تعرف بحضرتك؟ أنا العقيد محمد الألفي مفتش المباحث. العقيد محمد الألفي مفتش مباحث فرقة الزيتون. احنا طيب احنا لازلنا في المتابعه. هو برضه عشان الدقه، هو مش كل اللي قاعدين مش مصريين، هو من الواضح ان هو في منهم مصريين وفي منهم ما حدش لسه عارف يحملوا هويات ايه، لانه في بعضهم من غير هويه على الاطلاق. يعني مهم جدا ان احنا هنرجع تاني لهذه الصوره الحيه من داخل احد اقسام البوليس علشان نتابع هذا الكلام. يعني يمكن